ناس كتير بتبقى بتتمرن وبتبقى مش عارفة إن هي تحسب السعرات الحرارية بتاعتها. أنا عايز أحسب السعرات الحرارية دلوقتي، أنا راجل بروح الجيم وبتمرن وبلعب رياضة، وعايز أعرف أنا محتاج كام كالوري، ومحتاج إن أنا لو عايز أعمل بالك أزود كام كالوري، ومحتاج إن أنا لو عايز أنشف أقلل كام كالوري. أنا مش عارف أعمل الحسبة دي كلها، ومش عارف ان انا احسب اصلا الكالوري بتاعتي كالوري الطبيعيه اللي المفروض ان انا ادخلها للجسم. طيب احسبها ازاي؟ انا جاي النهارده اقول لك تحسب الكالوري بتاعتك ازاي. بص، اولا بالنسبه للراجل، فهو نسبه الفات بتاعته الطبيعيه من 13% ل 18%. ده الراجل نسبه الفات بتاعته الطبيعيه من 13 ل 18. طيب بالنسبه للبنت او للست عموما، نسبة الفات بتاعتها من 18% ل 23%. دي نسبة الفات الطبيعية للبنت أو للست. طيب أنا أحسب إزاي برضو الكالوري بتاعتي؟ أول حاجة هتجيب حاجة، هو بص عشان مبدئيا بس، حسبة السعرات الحرارية دي بيختلف عليها ناس كتير، يعني في كذا معادلة بتقدر إن أنت تحسب منها السعرات الحرارية بتاعتك. بس كل اللي أنا هقوله لك، أنا هقول لك على معادلة سهلة وبسيطة جدا أنا نفسي بتعامل بيها. وهي ايه؟ اولا البي ام ار اللي هو السعرات الحراريه بتاعتك، اللي هو البيزك ميتابوليك ريت. دي بتتحسب ازاي؟ بتتحسب بان انت بتضرب وزن جسمك. افترضنا مثلا ان انت وزنك 70 كيلو، وافترضنا مثلا ان انت نسبه دهونك 18%، فانت طبيعي. فهنعمل ايه؟ هنضرب الوزن اللي هو ال 70 كيلو ده في 24، اللي هو 24 ساعه، في واحد، في المعدل بتاع اللعبة اللي انت بتلعبها، اللي هي اسمها الاكتيفيتي فاكتور، هي اسمها كده. فالاكتيفيتي فاكتور بتاعت مثلا البادي بيلدينج هي 1.88%. فانا هقوم جايب الوزن في 24 في 1.88. ده بادي بيلدينج. طلع لي رقم، ايا كان الرقم اللي طلع لي ده كام. سواء بقى انا عايز اعمل بالك او عايز ان انا اخس، بقوم عامل ايه؟ اخس. انا بقول اخس مش هنشف، لان الكاتنج ده ليه حسبه تانية. احنا دلوقتي بنتكلم كطبيعي، كأن انت بتعمل بالك مثلا، عايز تزود سعراتك الحراريه، او انت عايز تخس. بس طالما انت 18% فنسبه الفات بتاعتك طبيعيه، فاحنا هنفترض ان انت هتعمل بالك بقى. خلاص انا مش عايز اخس، انا نسبه الفات بتاعتي طبيعي، فانا جسمي شكله كويس، فانا عايز اعمل بالك، عايز ازود الكتله العضليه بتاعتي. طب ازود الكتله العضليه ازاي؟ السعرات اللي طلعت لي، الكالوري اللي طلعت لي دي، هقوم مزود عليها من 500 كالوري ل 1000 كالوري. طيب تزود عليها ال 500 كالوري، وبعد كده بقى تبدأ تحط ايه؟ نظام الدايت بتاعك. طب نيجي بقى للبنت. بالنسبة للبنت ازاي تحسب سعراتها الحرارية؟ عشان المعادلة بتاعت الراجل غير المعادلة بتاعت البنت. البنت تحسب سعراتها ازاي؟ هنحسب ازاي السعرات الحرارية بتاعتها؟ هتبقى 70 كيلو في 24 في 9 من 10 في الاكتيفيتي فاكتور بتاع اللعبة. فالاكتيفيتي فاكتور بتاع البادي بيلدينج برضه ب 1.88، ده ثابت ما بيتغيرش. فكده نبقى احنا عشان نحسب السعرات الحرارية او الكالوري بتاعت الراجل او بتاعت البنت، الراجل هتبقى الوزن في 1 في 24 في الاكتيفيتي فاكتور بتاع البودي بيلدينج اللي هو 1.88. طيب البنت الوزن في 9 من 10 في 24 في الاكتيفيتي فاكتور اللي هو 1.88. وبكده الكالوري اللي هتطلع لك يا هتزود عليها يا اما هتقلل. بس انا بتكلم بالنسبة لشخص دهونه طبيعية جدا. طيب لو شخص دهونه مش طبيعية، اللي هو مثلا دهونه فوق الطبيعي، راجل مثلا دهونه فوق ال 18%، أو بنت دهونها فوق ال 23%، فدي ليها كالوري تانية، دي ليها حسبة كالوري تانية. برضك لو عايز ان انا احسب لك الكالوري بتاعتك، ابعت لي دلوقتي على الانستجرام بتاعي، ابعت لي وانا احسب لك الكالوري بتاعتك. بس مش هحط لك نظام دايت عشان نكون صراحة، لا انا هحسب لك الكالوري بتاعتك واقول لك انت الكالوري بتاعتك كذا. بالنسبه ان انت دهونك مش طبيعيه فانت الكالوري بتاعتك كذا، وانت الكالوري بتاعتك كذا. بالنسبه ان انت دهونك مش طبيعيه فانت الكالوري بتاعتك كذا. لو عايزني ان انا احسب لك السعرات الحراريه بتاعتك، انا تحت امرك برضه. ابعت لي على الانستجرام بتاعي، الانستجرام بتاعي هتلاقيه موجود في البايو. ابعت لي على الانستجرام وانا هحسب لك الكالوري بتاعتك.